اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من صحتك بالدنيا، يوميا على شاشه الفضائيه الساعه 2 ظهرا بتوقيت القاهره، 12 ظهرا بتوقيت جرينتش، و3 عصرا بتوقيت السعوديه. النهارده معانا ضيفنا العزيز الدكتور احمد مكاوي، استشاري جراحه التجميل والسمنه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. هنخصص النهارده كلامنا عن السمنه طبعا، ان شاء الله. نقول السمنه المفرطه وجراحات التجميل بالتحديد. امتى تلجا السيده او الرجل لجراحه التجميل لو عندها سمنه مفرطه في البدايه؟ وعايزين برضه نتكلم عن التينيجرز او المراهقات في السن ده. برضه بنلاقي ان البنات بقوا جسمهم تخين شويه، ممكن تكون اتخن من مامتها، فعايزين برضه نتكلم امتى نحدد عمليات جراحيه للسمنه المفرطه لهؤلاء الفتيات بالتحديد. تمام. بين السمنه المفرطه عايزين بس نعرفها للناس بطريقه مبسطه، اي واحده مثلا تعرف او اي واحد يعرف ان هو عنده سمنه عاديه ولا سمنه مفرطه. في حاجه اسمها البادي ماس اندكس او المعامل كتله الجسم، ده بنقسم الوزن على الطول على مربع الوزن بس يكون بالمتر. اتفقنا؟ بمعنى ان انا دلوقتي عندي مثلا وزن 100 كيلو، بقسم 100 كيلو على الطول بتاعي مثلا 170 يبقى 1.7 تربيع، يبقى انا قسمت الوزن على مربع الطول بالمتر. المهم هيطلع عندنا رقم، الرقم ده من 25 ل 30 ده الافرج، ده الطبيعي. اوكي؟ من 30 اكتر من 30 ل 40 ده سمنه، من 40 فما فوق ده سمنه مفرطه. يعني ايه بقى سمنه مفرطه؟ سمنه مفرطه يعني انا محتاج عمليه او جراحه للسمنه المفرطه. انا طبعا مش بقول ان الدايت وحش، لا اطلاقا، الدايت حاجه جميله جدا، بنحتاج ان احنا نعمل دايت، بس في بعض الستات او بعض البنات او بعض الرجاله بيبقى شايفهم الاكل كبيره شويه. يعني هي مثلا تعمل دايت شويه تخس مثلا 2 3 كيلو، ترجع تزيد 4 5 كيلو، فدي القصه بتبقى بالنسبه لها مش قادره يعني الاراده عندها تعمل كنترول كمان بالظبط، مش عارفه تعمل كنترول، فبنلجا ساعتها الى جراحات السمنه المفرطه. برضه نحاول نقسمها بطريقه بسيطه جدا. السمنه المفرطه دي انا بشتغل على داخل البطن، يعني المعده والامعاء. في يعني العمليات كده بمنتهى البساطه، في عمليه تدبيس للمعده، يعني انا بصغر حجم المعده، في حزام للمعده، يعني انا يعني بضيق او بخنق المعده شويه، بخلي الجزء اللي يتشال فيه الحزام ده يا دكتور ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ دي ماده معينه انرت، ماده خامله بتبقى يعني بتعيش في الجسم وممكن تعيش العمر كله، مفيش اي مشاكل، ما بتعملوش اي مشاكل. دي بتتعمل يعني ممكن كل العمليات بتاعت السمنه المفرطه ممكن تعمل بالمنظار او ممكن تعمل عن طريق الفتح الجراحي. باختصار عشان برضو مش عايزين يعني ندوش الناس قوي، احنا يعني بالنسبه لعمليه الحزام بيبقى في رينج معينه او حزام معين بتتلف فيه المعده، بيبقى الجزء اللي فوق هو اللي بيتجمع فيه الاكل فقط، وبقيه المعده الجزء السفلي فاضي. نفس الكلام برضو، نفس الفكره في التدبيس، بس التدبيس بتبقى انا يعني بدل ما بعمل رينج بقطع جزء من المعده، بسيب البوكيت الفوقاني فقط، مفيش غيره، هو ده اللي بيتجمع فيه الاكل. في عمليات جديده اسمها سليف ان انا بشيل بقى، يعني بصغر المعده بس مش بسيب لها بوكيت، بخلي المعده كاني بطولها. اللي هي تحويل المعده؟ اخر حاجه تحويل المعده اللي بتقول عليها دي، بعد كده تحويل المسار او تحويل المعده، ان انا بأثر الانتستين او بأثر الطريق بتاع الهضم بتاعنا. الامعاء كلنا عارفين في حدود مثلا 7 متر، احنا بنخلي المعده بتصب على طول في مثلا في اخر متر او اخر سنتيمترات معينه. ببايباس يعني بحول المسار، بستعيد عن الطريق الطويل ده اللي بيتم فيه الهضم، فبيبقى الطريق قصير، فيبقى الهضم اقل، فيبقى انا قللت السعرات الحراريه. العمليات دي كلها عمليات كبيره شويه، ولكن الفايده بتاعتها بتبقى عظيمه. احنا بنلاقي دراماتيك افكت او يعني نزول في الوزن رهيب جدا في اول شهر وشهرين وثلاثه وهكذا. بس دي محتاجه، يعني ما ينفعش كل واحده تنفع لها كل عمليه. يعني كل عمليه من حضرتك ذكرتهم دول مختلفه، وبتكون للتشخيص لحاله معينه. بالظبط كده. بتحددها يعني ازاي بقى؟ مثلا انا دلوقتي لو انا صغرت حجم المعده، اوكي، بقى الحجم مثلا يا دوبك لو كانت مثلا بيضايه وحته جبنه او عيش صغير بتشبع، اوكي. طيب انا لو هي اصلا سويت ايتر، يعني تحب تاكل حلويات، لو انا مليت البوكيت ده شوكولاتات، طب ما انا مش هخس، هاخد كالوريز. اوكي، فاهمه قصدي؟ فلازم ابقى يعني في كونسلنج الاول ما بين البيشنت والدكتور بتاعها او بتاعه. مش عايزين برضه نخسر الموضوع على السيدات او البنات، لا، في برضه رجاله.
هي بس القصه ان احنا بنبقى عارفين الهابت او عادات الاكل بتاعه المريض او المريضه ايه، علشان نقدر نحدد له الطريقه او العمليه المناسبه ليه بالظبط. اول حاجه طبعا بيجي بنشوف الوزن بتاعه والطول، وبنحسب البادي ماس اندكس بتاعه. لو زي ما قلنا لو 25 ل 30 ده اوفر ويت، من 30 ل 40 ده سنه، اكتر من 40 سنه مفرطه، ساعتها بنحاول ندخله او نوجهه ان احنا هنعمل عمليه من العمليات الكبيره بتاعت تغيير مسار او حزام او تدليس او وبناء على الكونسل ما بيننا وما بينه بنعرف هو ايه العادات بتاعته وايه انسب حاجه. طيب انا كان معايا سؤال مش سؤال على تويتر، يعني حد استاذ العدل بيقول لي انا رفيع بس هتابع برنامجك، فاستفزني الكلام وقلت طب في عمليه لتوسيع المعده، تكبير المعده، لان واحد مثلا عنده نحافه ممكن يتخن؟ والله بصي هو احنا ما فكرناش في الموضوع ان احنا نوسع المعده عشان المعده، اصل المعده بتبقى بتتمدد وتنكمش على حسب الاكل بتاعنا، فهو بدل ما نوسع المعده خليه ياكل كتير شويه يعني بعد ما يحس بالامتلاء هي هتتوسع لوحدها. انما هل انا اعمل عمليه؟ الموضوع مش صعب، بس انا ما اظنش ان في حد فكر فيه ان احنا نوسع المعده. ليه بس على ليه نوسع لي وندخله في عمليه؟ بل هو احنا محتاجين العكس، الناس الكبار او سوري اللي معدتهم كبيره بنصغرها او نقللها او طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن المراهقات، لان فعلا ظاهره غريبه جدا، بيبقى البنت مثلا 13 14 ل 16 سنه بتبقى عندها بطن، عندها ارداف، عندها فخاد، فعايزين نتكلم ليه. طبعا اكيد من جانك فود او الوجبات السريعه، لكن برضو عايزين برضو نعرف ممكن نعمل ايه للبنت دي، وممكن هل تتدخل الجراحه في السن ده بالتحديد ولا غلط مثلا على اي حاجه بعد كده ممكن تضرها لما تتجوز مثلا. جميل جدا. حضرتك انت دلوقتي احنا هتخليني اتكلم في نقطه اسمها السمنه الموضعيه، غير بقى السمنه المفرطه. السمنه المفرطه ده اللي احنا قلنا الوزن كبير جدا والتقل بتاع جسمنا على الجسم كله. اوكي، التين ايجرز بقى ممكن يبقى عندهم المشكله دي، ويبقى الحلول بتاعتنا برضو امنه بالنسبه لهم، مفيش اي مشكله. القصه الثانيه اللي هي لو عندها مثلا زي ما حضرتك قلتي منطقه البطن، منطقه الهنش، منطقه الارداف، مناطق معينه، طالما هي المنطقه معينه بتضايقها فهي بتيجي بتقول لي بمنتهى البساطه يا دكتور انا عندي المنطقه س او ص يعني بالنسبه لي منطقه مؤذيه طبعا كبيره في الحجم. جربت اعمل دايت مره واثنين وثلاثه، احس ان جسمي كله بيخس، وشي بيخس، دراعتي بيخس، والمنطقه دي ما بتخسش خالص. اوكي، خلاص ابدا ادخل في مرحله اكتئاب، ازهق من الدايت، ارجع اكل، احس ان اول منطقه بتتخن هي المنطقه دي. اوكي، فهي لا بتخس وتحس انها اول منطقه دي حاجه اسمها السمنه الموضعيه. بتبقى الدهون متركزه في المناطق دي. بمعنى اخر يعني احنا عندنا مثلا في شكل السيدات عامه، وعندنا طبعا بالاخص في مصر بير شيب اللي هو شبه الكمثرى، تبقى الست رفيعه من فوق وعريضه من تحت. منطقه الهنش والارداف سواء داخليه او خارجيه او والافخاذ بتبقى المنطقه دي متركزه فيها دهون قوي. النص الفوقاني لا بيبقى ضعيف او التركز فيه ضعيف شويه. دي احنا بنلجا لعمليات بقى اللايبوسكشن او اللايبوسلكشن اللي هو بنأتاك او بنهاجم الدهون اللي موجوده في المنطقه دي بالظبط. اوكي، عن طريق في بقى مليون طريقه اللايبوسكشن، في شفط الدهون، في عن طريق الليزر، في التراديشنال، في التراساوند، في فايبرو، في طرق كتير قوي. كل الطرق دي بنحاول ان احنا نأتاك الدهون من غير ما نعمل كدمات للسيده او للبنوته او للراجل برضو. مش عايزين نعمل كدمات او مش عايزين نعمل نزيف كبير او عايزين نشد الجلد والترهلات اللي هتنتج بعد عمليه اللايبوسكشن. اوكي، الحاجات دي كلها نجاحها يعني باهر جدا. يكفي نقول لحضرتك انها بتبقى عندها مشكله في منطقه معينه وبتنتهي تماما من هذه المشكله في عمليه واحده. بس فالميزه ان احنا بنخلصها من قصه كانت عندها واختفت في جلسه واحده او سيشن واحده او عمليه واحده، وبعد كده يعني دايما بيسالونا هل ممكن ترجع السمنه دي في نفس المناطق دي؟ لا صعب، اخر حاجه ترجع هي المناطق اللي اتعمل فيها. لكن انا بتكلم برضو على الفتيات بالتحديد، مفيش مخاطر بعد كده لما مثلا تتجوز او كده على الحمل على الولاده؟ لان في ناس بتبقى خايفه، لا انا ما اقدرش اعمل لبنتي مثلا الجراحه دي. لا انا اقول لحضرتك حاجه، ده في بعض السيدات بيلجأوا لجراحات السمنه سواء السمنه المفرطه او اللايبوسكشن ده علشان الحمل. يعني برضو مش عارف المعلومه دي ناس كتير عارفينها ولا لا، في بعض الامراض
اللي تؤدي الى الانفيرتيليتي او اللي هو العقم بالنسبه للسيدات مش للرجال، بالنسبه للسيدات بيبقى عندهم الهرمونز مش متظبطه، ده بسبب الدهون الكتير. يعني انا كذا مره في دكاتره نساء اصدقاء بيبعتوا لي بيشنتس علشان النسبه اللي عندهم الدهون اللي هي يعني الدهون بيبقى متركز فيها هرمون اسمه الاستروجين، وده بيبقى ضد شويه الحمل بالنسبه للسيده في بعض الامراض المعينه. فهم بييجوا يتخلصوا من الدهون دي او يخسوا سواء عن طريق اللايبوسكشن، سواء عن طريق السمنه عمليه السمنه المفرطه، او ايفن عن طريق الدايت. بس اهم حاجه ان ده بيساعد السيده على الانجاب بعد كده، مش العكس، او مفيش منها خطوره على الانجاب، بالعكس ده احنا بنساعد السيده على الانجاب. طيب احنا في انتظار تليفوناتكم على تليفون ارقام 1447 و 09837 لاي استفسار مع دكتور احمد مكاوي معانا طوال الحلقه على مباشره. دكتور نتكلم بقى، حضرتك كلمتنا عن الجراحات، لكن بعد الجراحات ذكرت حضرتك في وسط كلامك الترهلات، بعدها بيحصل على طول ترهلات فاعتقد اجزاء معينه من الجسد، فعايزين نعرف بقى الترهلات بتعالجوها ازاي، وهل مثلا في مناطق تبقى اصعب من مناطق في معالجه الترهلات؟ تمام. طبعا اكتر عمليات شيوعا في الترهلات منطقه البطن. كلنا عارفين ان البطن دي منطقه مهمه بالنسبه لنا، المنطقه دي بيبان فيها قوي اللبس، بيبان فيها يعني التخن او الرفع بيبان قوي في منطقه البطن، بالاضافه ان بيبقى فيها تكدس كبير قوي لكميات الدهون. فلما احنا بنخس عن طريق مثلا سواء اللايبوسكشن او عن طريق طبعا العمليات الكبيره بتاعت السمنه المفرطه، فبيحصل فقد كبير للوزن. الموضوع برضو بيبقى ليه علاقه شويه بالسن. كل ما كان السن صغير الجلد بتاعنا بيشد اسرع، بيشد افضل، علشان الكولاجين او الالاستيستي بتاعت الجلد نفسها، الالاستيسيه او اللي هو التمدد الانكماش بتاع الجلد بتاعنا في السن الصغير بيبقى افضل كتير من السن الكبير. فالى حد ما البنات ممكن الصغيرين لما بيعملوا عمليه زي كده الجسم والجلد بتاعهم بيكش او بينكمش بشكل افضل من السن الكبير. اوكي. برضو الموضوع ده بيبقى ليه ليميت معين، عشان لو الوزن كبير قوي وخست لدرجه كويسه جدا فيبقى فيه ترهل شديد. الترهلات بقى دي بنلجا الى جراحات التجميل علشان نصلحها. اوكي. في حاجه اسمها التوتال بادي ليفت، يعني انا ممكن اعمل يعني عمليه او عمليات لشخص او سيده معينه بنعمل لها شد للجسم كله. اوكي. ودي حصلت قبل كده كتير، وبنشوفها لما يكون مثلا واحد او واحده وزنها مثلا 150 160 وفجاه او بعد عمليات معينه الوزن بقى 70 80 60 في بعض الاحيان. اوكي. الجلد الكتير ده اللي كان تحتيه دهون، اوكي، انا العمليه دي عملنا احتراق، او العمليه دي لما انا خسيت انا بخس من الدهون ما بخسش من الجلد. اوكي. فلما انا بخس الدهون، الجلد اللي كان متمدد بشكل فظيع وكان تحتيه دهون كتيره قوي، الدهون اختفت، الجلد ده هيروح فين؟ بيلجأ لينا بقى الشخص او السيده لعمليات. طب استاذنك يا دكتور، انا اسفه لا اتفضل، عشان اول سؤال وسمر بس مستعجله شويه. لا اتفضل. سمر اهلا بيكي. سمر اهلا وسهلا. اتفضلي يا سمر. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا عندي مشكله، انا اتاخرت في الحمل شويه، انا مخلفه قبل كده ولد يعني. اتاخرتي في الحمل ومعاكي ولدين؟ ولد واحد. وبعدين رحت كشفت قال لي عندي تكيسات على المبيض. تمام. طيب وطي صوت التلفزيون يا استاذ سمر من فضلك. بعدين فقال لي اول شيء ان انا اعمله ان انا لازم اعمل دايت. تعملي ايه؟ دايت عشان ان انا اقدر احمل يعني. تمام. تمام. فانا مش عارفه ايه المفروض اعمله، وتقريبا كتب لي على علاج ان انا يساعدني ان انا احرق دهون يعني زي جلوكوفاج. تمام. طيب سمر، هو الوزن عندك كام يا سمر؟ 110. 110. وطولك؟ حوالي 168. 168. طيب تمام. السن كام يا سمر بعد اذنك؟ 26 سنه. صغيره لسه. تمام. طيب بصي يا مدام سمر، هي القصه دلوقتي ان احنا شكرا يا سمر. شكرا. القصه دلوقتي ان زي ما احنا كنا بنقول، حضرتك قلت لي هل العمليات في السن الصغير ممكن تاثر في المستقبل على الانجاب؟ لا، ده بالعكس، ده احنا بنساعد الحمد لله على مش طبعا مش بطريق مباشر. الدكتور بتاعها قال لها عندها تكيسات على المبيض. التكيسات على المبيض دي بيبقى فيه هرمونات معينه
طبعا السمنه ليها دور كبير قوي، والفات سيلز الخلايا الدهنيه نفسها ليها دور كبير قوي في هذا المرض الذي يؤدي في النهايه الى تاخر او العقم، مش هنقول عقم ان شاء الله، الى تاخر الانجاب. اوكي، فهو الدكتور قال لها حاولي تاخدي حاجات او حاولي تعملي دايت علشان يساعد الموضوع ده على الدايت على الانجاب سوري. فهو الدواء اللي هو كتبه لها اللي هو ده بيقلل امتصاص السكريات من المعده او من الامعاء، فيؤدي الى هو دواء المرض سوري الدواء اللي هي قالته ده اصلا لعلاج مرضى السكر، هو بيقلل السكر عندها، فهو في بعض الناس بياخدوه علشان يساعدهم على الدايت. اوكي، طبعا الدايت ده حاجه كويسه قوي بالنسبه لها. عرفت تعمل كده يبقى خير وبركه، ما عرفتش بتيجي عندنا بنعمل لها مثلا نشوف ايه المناطق اللي متضايقه منها، بنشيل منها الفات سيلز. برضو المعلومه او الخلايا الدهنيه سوري، المعلومه الناس برضو لازم يبقوا عارفينها ان دلوقتي لو انا مثلا بعمل دايت ووصلت لوزن معين ومش قادر يعني اكسر الوزن ده، خلاص انا مثلا كنت وزني 100 ووصلت مثلا بالدايت ل 85 عايزه انزل كمان 10 كيلو، خلاص جربت كل حاجه وقفنا. لا، لما بنلجا لعمليه اللايبوسكشن او التخلص من الدهون ده بيبقى يعني احنا خلاص مش بس عدينا او وصلنا لمرحله الشكل الجمالي فقط، لا ده احنا بيساعدنا بعد كده على الدايت. ليه؟ الدهون لما احنا بناخدها الجسم لما اجي بعمل منه دايت بيدور على مكان تاني ياخد منه الدهون او مكان تاني يحرق منه. بحاول الموضوع بس الجسم ذكي يعني بالظبط. فانا لما خلاص انا في عندي دهون معينه، عشان كده بقول لمدام سمر لو هي ما عرفتش تعمل دايت او لا هي تحاول طبعا تعمل وتمشي على العلاج الدكتور كتبه لها. حصل يعني اوكي الدنيا وصلنا لنتيجه مبسوطين منها الحمد لله والدنيا ماشيه معاها في موضوع الانجاب، اوكي خلاص. لو لا قدر الله ما حصلش ممكن نلجا بعد كده الى لايبوسكشن علشان ان انا اتخلص من الدهون الزياده دي كعامل مساعد للدايت وكعامل مساعد للانجاب ان شاء الله. طيب عايزه اتكلم برضو دكتور عن مرضى مثلا الكبد، القلب، السكر، الضغط، لو عندهم سمنه مفرطه ومحتاجين ان هم يعملوا جراحه للسمنه المفرطه، فهل بيبقى في خطوط حمراء في هذا الموضوع ولا بيبقى حضرتك مثلا بتتعدى هذا الموضوع عن طريق مثلا التطبيقات قبل العمليه مثلا؟ بالظبط كده. هو اللفظ برضه خطوط حمر ده عاجبني قوي. المسلسل دلوقتي كل حاجه بيبقى ليها يعني مثلا انا دلوقتي واحد طبيعي تماما ما عنديش ضغط ولا سكر ولا اي حاجه خالص، وجاي اعمل عمليه معينه، مش شرط ان انا هعمل عمليه سمنه مفرطه، هنتكلم برضه ان انا كشخص عادي وعمليه عاديه. اي حد في الدنيا قبل ما يدخل اوضه العمليات لازم بنعمل له شويه تحاليل معينه او فحوصات معينه. اوكي، بتختلف بقى. الشخص العادي ده هنقول مثلا بنحتاج له 4 أو 5 فحوصات قبل ما يدخل اوضه العمليات. لو كويسين خلاص مفيش فيهم اي مشاكل. طيب لو في شخص عنده ضغط مثلا، لا بنزود شويه، بنشوف ايه الحاجات اللي المفروض يتعمل له، مثلا سواء الضغط يتظبط، الادويه بتاعته تتظبط، في تحاليل ثانيه زياده مثلا بنطلبها، وبعد كده برضه بيدخل اوضه العمليات. اللي عنده كبد يبقى نوع التخدير مختلف بالنسبه له اكيد. اللي عنده قلب لا ده لازم اعمل له برضه فحوصات معينه وفي بريكوشنز معينه مع دكتور التخدير او احتياطات معينه يعني مع بس ينفع ان هم يتعملوا هذه الامراض، ينفع يتعمل الجراحه اي عموما. حد في الدنيا ممكن يعمل اي عمليه. طيب استاذنك بس معايا استاذ احمد وبعدها استاذه عزه. استاذ احمد اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. وسلام طيب. انت اطيب مرسي. اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ احمد سامعاك. كل سنه وانتم طيبين. انت اطيب مرسي، اتفضل. حضرتك انا عندي 33 سنه ووزني تقريبا 193 وطولي 195. وزنك اوكي. الوزن كام يا فندم معلش؟ وزنك 193. 193 تمام. والطول 195. طيب سؤالك يا استاذ احمد. طب معلش حاول تكلمنا مره ثانيه يا استاذه عزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبين. انتي طيبه ميرسي. بعد اذنك كنت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. هو انا وزني 70 وطولي 162. تمام. انا حاسه يعني وزني ما عنديش سمنه، بس عندي ما فيش تناسق في القوام، يعني عايزه تنسيق قوام. في منطقه معينه مضايقاكي يا فندم؟ انا هقول لحضرتك، انا عملت السيزيريان مرتين. تمام. وعندي منطقه البطن عاليه شويه، بعمل تمارين او ساعات بعمل دايت بعض الاوقات،
بلاحظ لا منطقة البطن فيها سمنة وبدأ يأثر على ظهري، فهل ده له مثلا بايه يعني اتصرف ازاي مع المشكلة دي؟ حاضر. ميرسي يا استاذ عزه. تحب تسالها دكتور اي سؤال؟ لا خلاص هي ميرسي يا استاذ عزه، اتفضل. بالنسبه هي وزنها بالنسبه للطول مش اوفر قوي يعني، بس هي عندها الدهون متكتله في منطقه معينه. القصه دلوقتي هي بس حاجه من اتنين، يا اما في ترهل شديد، هي عندها طبعا دهون في منطقه البطن زائد الظهر. بالنسبه للظهر اسهل حاجه فيها لايبوسكشن او حاجه اسمها ميزوثيرابي. احنا كده دخلنا برضه في ميزوثيرابي، عشان دي انا بتكلم ده للاستاذه عزه عشان هي الواضح ان المنطقه بالنسبه لها بسيطه، بمعنى ان الدهون في منطقه صغيره هتجيب نتيجه قوي الحقن فيها. الحقن الميزوثيرابي برضه باختصار يا استاذه عزه، دي بنحقن مواد معينه في المنطقه الدهنيه نفسها. المنطقه الدهنيه دي على مدار مثلا من اسبوعين لشهر ونص بتختفي او بتقل في الانشز بتاعتها. ليه؟ علشان المواد الطبيعيه اللي احنا بنحقنها بتحرق الدهون اللي موجوده في المنطقه دي. ده ممكن يمشي معانا في منطقه الظهر كويس جدا. برضو ممكن يمشي معانا في منطقه البطن لو مفيش ترهل، لو في فقط دهون فقط مفيش حاجه تانية غيرها، مفيش ترهل. هي بتقول عملت سيزيريان مرتين بس بتلعب رياضه يعني الدنيا مش وحشه معاها، وهي بتقول البطن عندها عاليه من فوق. اوكي. المنطقه دي دايما ممكن برضو زي ما قلنا ممكن فعلا عند المعده عند المنطقه دي يبقى فيها تقدر تمسك كده بطنها بايدها. الجزء دايما احنا دايما لما نيجي نتكلم مع الناس هو عايز يتخيل شكله بعد كده، فانا بقول له بمنتهى البساطه امسك انت البطن او الفولد الثانيه اللي مضايقاك، ودي مش هتبقى موجوده. احنا ما بنعالجش الدهون اللي داخل العضلات، عشان الناس اللي يقول لك انا مثلا بخاف من عمليات لايبوسكشن او شفط الدهون او التخلص من الدهون او اذابتها، بخاف منها. طيب بمنتهى البساطه احنا الطبقات بتاعتنا من بره لجوه ايه؟ عندنا جلد، وبعدين عندنا طبقه دهنيه، وبعدين عضلات، وبعدين جوه اللي هو بقى فيه الامعاء والكبد والكلى والحاجات دي كلها. طيب جراح التجميل بيشتغل في انه ليفل؟ في انه طبعا الطبقه اللي تحت الجلد بالظبط. انا بشتغل لو انا هشتغل شد يبقى انا هشتغل في الجلد والدهون وممكن العضلات. بعمل ايه ساعتها في العضلات؟ بقربهم من بعض فقط. ده لو انا هشتغل حامل شد مثلا. انما لو حامل لايبوسكشن لا بقرب للجلد ولا بقرب للعضلات، انا بشتغل فقط بنفتح فتحه صغيره خالص في الجلد. بس يا دكتور عفوا ممكن تكون السيزيريان لما عملتها شدت بطنها بيبقى اوتوماتيكلي دلوقتي الدكتور النساء والولاده بيشدوا البطن، فبالتالي بتظهر المنطقه دي مرتفعه. مش اوتوماتيك قوي يعني، هي مش يعني بص هو في ديبيت في ما بين العمليه يعني. بص هو في طبعا في ناس بيقولوا ان احنا العمليه نحب يعني عمليه الشد ما نعملهاش مع السيزاريان على طول، نستنى شويه 3 شهور ونعملها. متخصص احسن وحد متخصص احسن طبعا. وبرده يكون ساعتها الرحم رجع لوضعه الطبيعي، ولو في ترهل هيظهر بعد كده يظهر قوي واشيله كل مره واحده. اوكي. في ناس بيقولوا كده وده راي محترم جدا. في راي تاني بيقولوا ان انا مش عايز ادخلها مرتين، هدخل مره واحده وهشد مره واحده بدل ما هوصل مثلا للدرجه اللي هي 100%. لو استنيت 3 شهور هوصل لمثلا 80%، بس برضو مش وحش بالنسبه انها مره واحده وتخلصنا من كل الكلام ده. وبرضو راي محترم يعني. انا مش هقدر اقول يعني عشان في ناس كويسين قوي ماشيين بهذا الراي وناس برضو كويسين قوي ماشيين بهذا الراي، فمش طيب انا معايا بس تليفون استاذ احمد. الخط قطع. عنده 33 سنه وطوله 195 وزنه 193 صح استاذ احمد؟ تمام. يا دكتور اتفضل كمل سؤالك بقى عشان الخط ما يقطعش. هو انا بس كنت عايز اعرف يا دكتور، انا بالنسبه يعني للوزن بتاعي ايه الطريقه ايه الطريقه الامثل ان انا ممكن اخس بيها او ان انا يعني اوصل لوزن طبعا احسن من اللي انا فيه. حاضر. الطريقه الامثل. اوكي حاضر. مش طيب السؤال يا استاذ احمد معلش بس، انت جربت تعمل دايت قبل كده؟ جربت عملت دايت ونزلت في شهر تقريبا حوالي 15 ل 20 كيلو. وايه اللي حصل بعد كده؟ واللي حصل يعني انا اهملت يعني طيب اوكي الوزن اللي انا نزلت فيه وقلت اخد النهارده فري وابتديت اتمادى بقى. تمام. والاسبوع كله مشي فري. اوكي. طيب دلوقتي يا استاذ احمد بعد اذنك نوعيه الاكل اللي حضرتك بتحبه ايه؟ اللي بتحبه مش اللي بتاكله، اللي بتحبه ايه؟ هو انا الحمد لله يعني هو انا ميال للحاجه الحلوه، بس يعني بقدر اعمل كنترول يعني بقى. يعني اذا العزيمه اتوجدت فجاه بقى يعني بسيطر على نفسي، بس انا ميال للحاجه الحلوه اكتر. يعني لما بعمل دايت يا دكتور بحس تملي ان انا يعني اللي ميال لي الشيء الحلو، الحاجه المسكره مش السكريات والنشويات. طبعا اخبارها ايه معانا؟
باكل بس برضه ما بقتش يعني حتى في رمضان انا بقيت اقدر ان انا اتحكم في الطبق بتاعي، ما بدوس فيه قوي زي زمان او زي الاول. طيب لو احنا لو احنا اتكلمنا مثلا انك انت سي مثلا الطبق اللي انت بتاكله الكبير ده هيبقى مثلا الكميه اللي هتاكلها ربع الطبق ده او يمكن اقل كمان، اوكي؟ وهتبقى حاسس انك انت شبعان. السؤال حبك للسكريات ممكن يخلي الربع طبق اللي انت بتاكله ده بدل ما هو يبقى يحتوي على بروتينات وكربوهيدرات ودهون وكل حاجه، ممكن تحول الكلام ده كله لسكر بس؟ يعني تاكل حلويات بس؟ الحلويات بقى؟ طيب ماشي يا فندم، هبدا حضرتك. حاضر. طيب ميرسي ليك. طبعا سمنه مفرطه بشكل كبير، يعني مش هحسب له بدري بس اندكس، بس هو معدي، يعني ممكن يكون معدي ال50 كمان. يعني نصيحتي طبعا احنا ممكن يعني نلجأ لعمليه من عمليات، بس محتاجين كونسلنج اكتر من كده شويه، دردشه اكتر من كده شويه. محتاجين عمليه من عمليات السمنه المفرطه. يعني ايه؟ يعني احنا هنلجأ معاه لو موضوع السكريات ده قدرنا، يعني اقتنعت ان هو مش هيقدر يتحكم في موضوع السكريات ده، ممكن نلجا لاي نوع من انواع الجراحه، سواء تدبيس او سليف اللي ماشي، يعني اللي جايب نتائج هايله اليومين دول السليف. بنقلل له الحجم بتاع المعده. عباره عن ايه يا دكتور؟ السليف يعني نوع من انواع استئصال جزء كبير من المعده. اوكي، بخلي احنا لو احنا فاكرين من الاحياء كان دايما شكل اللي هو الاسوفاجس اللي هو المريء ونزل المعده. انا يعني بشكل او باخر بحاول اطول المريء، يعني انا بقلل الكيرف بتاع المعده تماما، بخلي المعده بتاعته عباره عن تيوب، يعني عباره عن انبوبه يشبع بسرعه قوي. بس طبعا المفروض ان هو ما ياكلش فيها سكريات كتير، بيساعد على الحرق، وبيساعد على ان هو يخس في وقت قصير قوي. اوكي. طبعا ال 193 كيلو هيخسوا طبعا مش على شهر واثنين وثلاثه واربعه. النصيحه طبعا ان احنا نحول الكميه بتاعتنا اللي بتاعت الاكل، ما نحاولش نوسع المعده. زي السؤال حضرتك سالتوني لو واحد رفيع اللي كان متابعك على تويتر، هو لو رفيع عايزين نوسع المعده. المعلومه برضو الناس تعرفها، انا ممكن اشيل من المعده كميه كبيره جدا خلاص واستأصلها بالتدريج مع الوقت. لازم الاكل بتاعه ما يبقاش كتير، ما يوسعش الجزء المتبقي عشان ممكن يوصل لحجم اكبر. فاهم قصدي؟ أيوة. فده لازم واحنا بنتكلم من الاشتراطات او من النصائح اللي بياخدها البيشنت، ان هو بياكل كميه صغيره، بس الكميه الصغيره دي فيها كل العناصر اللي هو عايزها، اللي هو محتاجها. لا يملاها كلها نشويات، ولا يملاها كلها لحوم، ولا يملاها كلها سكريات، مش هينفع. لازم انا بقيت يعني كنت باكل بالطبق قد كده، فباكل كل حاجه انا عايزها مفيش مشكله. لما باكل كميه قد كده لازم ابقى فيها كل الحاجات الفيتامينز اللي انا محتاجها، يعني كل العناصر اللي انا محتاجها الغذائيه، علشان ما يبقاش في ضرر على الجسم. بعد كده ان شاء الله. استاذنك معلش يا دكتور، معايا تليفون استاذه اسماء. السلام عليكم. استاذه اسماء اهلا بيكي، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه ميرسي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون حضرتك طيب؟ بالصحه والسلامه. انا عندي بنتي يعني 31 سنه 32 سنه، مخلفه 3 مرات، بس نحيفه جدا، ما فيش ثدي كمان، لو ان كان في زمان، يعني كان في وهي بترضع. نحيفه مع ثدي عندها صغير. ما فيش ثدي خالص يعني بقت نحيفه بطريقه غير عاديه. مخلفه 3 مرات؟ ايوه. طيب معلش سؤالي فين بس اللي حضرتك بتقولي الثدي برضو كان يعني النحافه دي كان في وبعد كده بعد الرضاعه الطبيعيه ما بقاش فيه خالص، ما بقاش فيه نهائي، يعني عباره عن حاجه لازقه في ظهرها كده، يعني عباره عن حاجه فاضيه خالص نهائي. فده انا مش عارفه يعني، لان الزوج هنا طبعا مشاكل الدنيا يعني. مفهوم يا فندم. طيب ميرسي حضرتك. تمام. في بعض يعني احنا موضوع النحافه بيبقى مثلا ساعات بيبقى معاه الجسم كله، وساعات بيبقى مناطق الثدي برضو انفولفد. بس هي القصه عندها ان كان في، هي قالت ان كان في ثدي، وبعد طبعا الجواز والخلفه والرضاعه ساعات بيحصل ان الثدي بيبقى يعني يصغر او ينمر. فضي. ليه بقى؟ هي اثناء الرضاعه بيبقى في انجارجمنت او اللبن بتاع الام عشان الرضاعه بيكبر قوي الحجم بتاع الثديين، بيبقى كويس جدا. بعد ما بتبطل بيرجع الجلد ده بيفضى تاني. اوكي، بتحس دايما هو الجلد بتاعه فاضي، بيبقى شكل طبعا مش ظريف بالنسبه لها، ومثلا ممكن ياثر على النفسيه بتاعتها والكلام ده. طبعا. بمنتهى البساطه يعني دي يعني من اسهل المشاكل اللي عندنا
في التجميل انها بنصلحها. عمليه صغيره جدا، حاجه اسمها بريست اوجمنتيشن، يعني تكبير حجم الثديين. العمليه دي بتخرج في نفس اليوم. الجرح بتاعنا بسيط خالص، بيبقى حوالي مثلا 3 سم في الثانيه بتاعت الثدي، اوكي، من تحت ما بتبانش برضو ان شاء الله. تبقى ماده ايه يا دكتور؟ ماده سيليكون. سيليكون ده بيبقى عشان برضو الناس بتسال هل السيليكون ده فيه مشكله ولا لا اطلاقا، عشان كان في شائعات ان هو بيخافوا يعملوه. انا عايز بس افهم الناس حاجه صغيره جدا، ان لو لا قدر الله الست بيجي لها مثلا بريست كانسر وبيتشال، خلاص انا شلت الصدر، باجي اعوضه بايه؟ في عمليات بتتعمل من الجسم نفسه، وفي بعمله بسيليكون. فهل يعقل ان لو الصدر ده بيعمل حاجه انا بستعيد بيه ان انا اعوض بيها الصدر بتاعها؟ عشان بس الناس تبقى الموضوع ده بالنسبه لها فعلا يعني كفايه نتكلم فيه بقى. بس فبقول لحضرتك يا فندم ما تقلقيش خالص، دي عمليه زي ما بقول لك بتخرج في نفس اليوم، امنه تماما، مفيش فيها مشاكل خالص. القصه بقى احنا بنعمل فحص الاول، بنشوف هل بنحطها فوق العضله ولا تحت العضله بتاعت الصدر، يعني تحت الغده اللبنيه على طول، ولا بنحطها تحت العضله. دي بتفرق حاجات بسيطه خالص في التكنيك بتاع العمليه، بس بتفرق معاها هي في النتيجه. والحجم يا دكتور بيبقى على حسب برضه الوزن، على حسب الوزن المناسب بالنسبه لها، وعلى حسب الريدندنسي او درجه الترهل اللي موجوده في الثدي نفسه. هي بتقول ان صدرها هي اقصى طموحاتها انها الصدر بتاعها يرجع زي الاول. هي كان صدرها كان كويس قوي، بس بعد الجواز بقى والرضاعه حصل في مشاكل في الثديين، فاحنا بنحاول نرجع لها للوضع الطبيعي، يمكن احسن كمان شويه. طيب احنا طلعنا شويه عن السمنه الموضعيه. كان في سؤال عندي، شخص بيسال ابنه عنده 4 سنوات، عنده اذن خفاشيه، اذن واحده، هل ممكن يعمل عمليه في هذه المرحله بالتحديد؟ بالعكس، ده احنا بنحب اصلا نعمل في هذه المرحله قبل دخول المدرسه. ليه؟ علشان بالظبط الولد اتريقوا عليه، بقيت ودنك عامله زي ايه كذا كذا، فالولد بيتضايق. مش معنى كده ان الناس اللي ما عملوش هم صغيرين وبقى مثلا شاب كبير او شابه خلاص، يعني الموضوع ده الاهل هو دايما اللي بيعملوا الموضوع ده بالنسبه للاطفال الاهل. انا خلاص كبرت واهلي ما كانوش شايفين انها مشكله قوي، انا شايف ان شكلي مثلا مش حلو ودني طالعه لبره كبيره، الثانيه اللي موجوده دي مش موجوده عامله كده، فده كله. بس يا دكتور مش بيأثر مثلا على حاجه خالص، ملوش علاقه مثلا يأثر على اي حاجه، لان هي اعتقد ده عضله بره ملهاش علاقه. غضاريف. انا عايز افهم برضو حضرتك برضو عشان الناس ما يفتكروش، يعني بصوا يا جماعه المشكله بتاعت الاذن الخفاشيه دي ليس ليها علاقه خالص بالسمع، بمعنى اسمع كويس جدا او ما اسمعش، ملوش علاقه سواء اذن خفاشيه او لا، هي فقط شكل جمالي. دايما الشكل بتاعها بيبقى يعني مش لطيف شويه، وخاصه مثلا في ساعات بيبقى ودن سليمه وودن ثانيه لا. هي بمنتهى البساطه برضو عايز اوسطها على الناس، لو جالي ولد او بنت في سن كبير ممكن نعملها بنج موضعي، بمعنى ان دي بنعمل شكه صغيره خالص ورا الودن، بنخدر المنطقه دي كلها، ومن خلال المنطقه اللي احنا اتخدرنا دي بنفتح فتحه صغيره، بنتني الكارتريج او الغضاريف اللي مش متنيه، بنرجعها الثانيه الطبيعيه بتاعتنا فقط لا غير. ليه بنقول احنا بنعملها في سن 4 أو 5 سنين قبل سن دخول المدرسه؟ بيبقى الموضوع اسهل، الغضاريف نفسها بتبقى الين، بتبقى الشغل فيها ابسط كتير. وطبعا احسن حاجه ان هي عشان قبل دخول المدرسه. الحاجه الوحيده بس الفرق ما بين الكبار والصغيرين، الكبار ممكن اعملها بنج موضعي، الصغير طبعا مش هينفع اعمله بنج موضعي عشان هيتحرك، فلازم يبقى بنج كلي. هو ده الفرق الوحيد. طيب عايزين نتكلم برضه، نرجع للسمنه ونتكلم بقى عن احدث التقنيات والاجهزه الحديثه. لو مش هنعمل جراحه بتبقى ايه الاجهزه اللي ممكن تستخدم في حاله السمنه المفرطه بالتحديد، وبدايتها يعني هل بنبدا بالاجهزه على طول ولا بنبدا الاول بريجيم وكده يعني؟ بص يا فندم، هو بالنسبه للسمنه المفرطه يعني مفيش اجهزه هو صعب شويه موضوع ان انا اتعامل الاجهزه، يعني دايما الاجهزه اللي احنا بنعملها بنحاول نعملها المناطق الصغيره. يعني عايز اقول برضو مثلا حتى لو في بعض في بعض الناس بيبقى عندهم سمنه ايفن ما وصلتش سمنه مفرطه، بنحاول ندخل معاهم، يعني سواء طبعا لو عايزين دايت. انا برضو انا وذ دايت جدا، هو انا يعني بحب الناس، اي حد بيسالني الدايت ده كويس ولا لا، ما ينفعش اقول له عشان انا جراح تجميل بشتغل على طول، لا الدايت ده حاجه كويسه جدا مفيش مشكله، بس احنا شغلنا يعني بيبدا دايما لما بيعجز الدايت عن حاجات معينه. يعني في دكاتره برضو اصدقائي كتير بيقول احنا مثلا البنوته دي او الشخص ده او السيده دي كانوا الوزن كذا ووصلنا الوزن كذا ووقفنا خلاص على كده، انام فبيحولها لي، فاهم قصدي؟ في بعض الناس بيبقى عندهم مش عايز اخس كلي، انا عايز
اخس المنطقه الفلانيه، النص السفلي، الدراعات بس هي اللي مضايقاني. مفيش دايت معين، يعني مثلا يعني الدكتور التغذيه مفيش قدامه مثلا 5 ورقات، الورقه دي بتاعت الدراعات، الورقه دي بتاعت الرجل اليمين، الورقه دي بتاعت الرجل الشمال، لا اطلاقا مفيش كده. احنا بنعمل دايت للجسم كله. ففي بعض الناس بيبقى عندهم سمنه موضعيه اللي حضرتك قلت لي عليها في الاول. السمنه الموضعيه دي بنحتاج التدخل بتاعنا احنا، سواء جراحيا او اجهزه. اجهزه بنحاول بتجيب نتائج كويسه في المناطق البسيطه، الميزوثيرابي بيجيب نتائج هايله برضو في المناطق البسيطه. كل الكلام ده للناس اللي هم مش عايزين يعملوا جراحه. ولو ان برضو انا عايز افهم الناس ان دي، يعني مش عايز اقول عليها جراحه عشان هي بالظبط انا بشتغل زي منظار او هي المنظار. بص حضرتك المنظار بيعملوا فتحه صغيره بس بيدخل جوه، هو امن تماما زي ما بنقول، بس بيدخل جوه جدار يعني بيدخل العضلات، بيدخل جوه للاحشاء نفسها، يبقى شايف المعده وشايف الكبد والكلام ده كله. انا ما بوصلش للكلام ده، انا بشتغل فقط في الليفل. طبعا بتكلم في عمليه السمنه الموضعيه مش المفرطه، المفرطه بندخل جوه طبعا، انما السمنه الموضعيه احنا بنشتغل فقط في الليفل اللي هو بتاع ما بين الجلد وما بين العضلات. فبنتخلص من كل الدهون الموجوده في المنطقه دي في سيشن واحده. تمام. الاجهزه برضو ما فيش فيها مشاكل خالص. احنا ممكن بنعمل برضو نفس الفكره بتاعت الاجهزه، ان احنا بنعمل موجات معينه سواء بقى ليزر، الترا ساوند، مساعده بانجكشن اللي هو ميزوثيرابي مثلا، حقن موضعي للميزوثيرابي. الحاجات دي كلها بنعمل نفس الفكره بتاعت اللايبوسكشن، بمعنى ان انا بهاجم المنطقه اللي فيها الدهون. زي مثلا انا عندي منطقه البطن فقط، فانا بدخل في منطقه البطن، يا اما بسلط عليها الاشعه الفلانيه اللي بتعمل سواء ليزر او الترا ساوند او زي ما جراح التجميل بيدخل بيشيل الدهون اللي موجوده في المنطقه الفلانيه. بس فكل دي الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها علشان نوصل الشكل للشكل المرجو، او بننحت الجسم ان احنا نوصله للشكل اللطيف اللي احنا. طيب انا معايا استاذه زينب. استاذه زينب اهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا استاذه زينب. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور. الو. اموري يا فندم اتفضلي. ايوه لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 24 سنه. ايوه سامعينك اتفضلي. ايوه سامعيني. بنتي عندها 24 سنه. يعني من وهي عندها 18 سنه كده تقريبا عندها اوفر ويت، فبتعمل دايت. والحقيقه يعني راحت لاكثر من دكتور بتاع سمنه، واخذت ادويه كتير من بتاعه التخسيس اللي هي معظمها دلوقتي انتهى تداوله. فهي دلوقتي بتزيد والحرق عندها بقى بطيء جدا. يعني بتتحرك ومش الحركه الكفايه كله، بس يعني بقت دلوقتي بتزيد بسرعه وحرقها بطيء قوي. وعملت رجيم يا استاذه زينب؟ عملت رجيم قبل كده؟ عملت اكتر من مره دايت وبتبطل وترجع تاني. على مدى السنين دي كلها يمكن بقى لها. وزنها كام يا فندم؟ دلوقتي بقت 85، وهي الحقيقه مش طويله، يعني طولها ما يكملش 160. كويس قوي. طيب حضرتك بتقولي الحرق بتاعها قليل، طب الاكل بتاعها اخباره ايه الاول؟ والله هي ممكن تكون يعني هي ما بتاكلش كميات كبيره، بس نوعيه الاكل برضو فيها طبعا يعني مش جانك فود، بس ممكن مثلا بعد ساعات تشرب بيبسي، تاكل يعني شيبسي، بس مش الكم اللي يدخن قوي بالسرعه دي. اخر سؤال يا فندم، هل الدهون متركزه في الجسم كله ولا في مناطق معينه من الجسم؟ والله يا دكتور هي في الاول كانت عندها تحت في الارداف وفي المنطقه السفليه دي وفي الذراعين من فوق، انما بعد ما زادت ووصلت للوزن ده فطبعا بتتخن كلها، يعني تخنت طبعا من الوسط وكده. فانا خايفه لاني عملت لها تحليل، لقيت مؤخرا عندها الكوليسترول والدهون الثلاثيه اكتر من النورمال، فالموضوع اصبح كمان بقى مشكله صحيه مش بس منظر يعني. تمام ماشي. فحضرتك يعني تنصحنا بايه؟ هل الدايت اللي يعني بتعمله بعد طيب عموما وصلت استفساراتك استاذه زينب. اتفضل دكتور. استاذه زينب بصي حضرتك، انا برضو زي ما بقول انا بشجع جدا على الدايت دي حاجه كويسه جدا، بس مشكله بنت حضرتك انها يعني جربت وللاسف مش قادره تكمل عليه، او مش عارفه توصل لبيه النتيجه اللي هي عايزاها،
او لما تخس شويه ترجع تزيد تاني اكتر من الاول. اوكي. طبعا الحل بالنسبه لنا يعني لو جات لي ان شاء الله طبعا لايبوسكشن، احنا بنتخلص من الدهون الزياده اللي موجوده. الكلام ده بيزود معدل الحرق بتاعها بعد كده، يعني لو هي زي ما احنا قلنا عملت دايت وصلت ليفل معين ومش قادره تحرق بعد كده، احنا بنعمل ايه؟ بنتخلص من الدهون اللي موجوده، فجسمنا بعد كده لما يجي يحرق او تيجي تعمل دايت هيخس منين؟ من بقيه الدهون اللي موجوده في المناطق الاخرى. اوكي. ونصيحتي برضو ان احنا لما اجي ابدا، طالما هي متعوده على موضوع الدايت مش عايزين نعمل لها لايبوسكشن للجسم كله. احنا هنعمل لها للمناطق اللي هي قالت في الاول انها اللي كانت بتزيد او اللي هي قالت النص السفلي والدراعات. مش هنقرب من الترانك دلوقتي، بتقول في الاخر خالص لما الوزن خلاص الدهون بقى مش لاقيه، هي الدهون عندها بتتوزع في المنطقه السفليه وفي الدراعات، لما خلاص المنطقتين اللي اتملوا على الاخر بدات تروح في المناطق الثانيه. فنصيحتي ليه احنا ممكن نبدا نعمل لها لايبوسكشن في الجزء السفلي والدراعات بحيث ان هو الجسم كله يبقى متناسق على الوضع ده، على وضع البطن. لو هي بعد كده عملت الدايت بتاعها هتلاقي الجسم كله. الميزه بقى الرهيبه بتاعت اللايبوسكشن وبعديه دايت، عشان دايما احنا الاثنين مكملين لبعض، كله بينزل مع بعض، كله بينزل مع بعض. دايما كان بيقولوا لنا في الاول انا النص التحتاني ما بينزلش خالص، احنا بنعمل حتت ايه؟ بتنزل حتت بتنزل حتت ما بتنزلش خالص. احنا بنعمل ايه؟ بنخلي ده زي ده، تخسي كل. لو انت حتى بعد كده اكتئبتي ولا حاجه جسمك هيزيد كله، مش هيبقى فيه عدم تناسق. فاهم قصدي؟ اهم حاجه دايما بالنسبه لنا تنسيق القوام. بالنسبه للسيده كمان اهم حاجه التناسق في القوام. بنشكر استاذ دكتور احمد مكاوي استشاري جراحه التجميل والسمنه. شكرا جزيلا دكتور، وان شاء الله معانا مرات ثانيه. اعزائي المشاهدين نشوفكم غدا ان شاء الله حلقه جديده من صحتك بالدنيا مع الزميله شيرين الدميري.